السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلأول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة، وما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات باي جديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو جديد كده وفكرة جديدة للغدا، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. عايزه اقولك لو انت عندك قطعتين بس من اللحمه او 3 وانت القطعه دي مش هتكفي معاكي للغدا، عايزه اقولك انك بيهم ما تحتاريش خالص، هتعملي غدا عظمه، هتعملي غدا هيكفي ويوفي معاكي الاسره كذا فرد. فيلا بينا كده بقى بسرعه نشوف عملنا الغدا بتاعنا ازاي. اول حاجه النهارده احنا هنعمل في الغدا بتاعنا، هنعمل بطاطس بالخضار بفلفل وطماطم وبصل كده، يعني هنزود كميه اللحمه بالخضار اللي معانا ده. وهنعمل مع بعض برضو العيش الشامي بعجينه سهله جدا وطريقه تسويه سهله، وهيطلع معاكي ما شاء الله حلو جدا. فانا اول حاجه بدات بيها كده، اول حاجه انا كنت عندي حوالي 4 قطع من اللحمه، بدات ان انا قطعتهم مكعبات صغيره، وبدات جبت الخضار اللي عندي، جبت عندي بصلتين وسط، وجبت عندي قرن كبير كده من الفلفل، وجبت عندي 3 طماطمات، انا استعملت 2 بس. وبدات ان انا كل حاجه يعني البصل بدات ان انا قطعته حلقات كده او جوانح، وبدات ان انا قطعت الفلفل برضو والطماطم. انا حابه ان التقطيعه تكون طويله شويه، يعني زي ما انتم شايفين كده بدات اقطع الطماطم زي صوابع كده. وطبعا بقى كان عندي هنا كام قطعه كده من اللحمه، بدات ان انا قطعتهم قطع صغيره، وكان فيهم كام قطعه من الدهنه برضو. وبدات جيت ان انا اسويها هنا، انا جيت على البوتاجاز، جبت عندي طاسه او صينيه او حله اي حاجه، المهم ان الحاجه دي يكون ليها غطا. وبدات ان انا سبتها تسخن كده، وضفت فيها حوالي معلقتين بس من الزيت. ولما سخن بدات ان انا نزلت بقطعتين دهن كده كانوا موجودين عندي في اللحمه، هخلي الدهنه تبدا ان هي تنزل كميه الدهون اللي فيها، وبعدين هبدا انزل باللحمه بتاعتي، هسويها كده في قلب الصينيه بحيث انها تبدا تتشوح وتاخد تشويحه حلوه. وبعدين غطيت عليها وسبتها تبدا ان هي تنزل الميه اللي فيها كده، سيبها على نار عاليه تبدا تنزل الميه بتاعتها، وفي نفس الوقت برضو تبدا انك لما تغطيها تبدا ان هي تاخد من البخار ده فتستوي معاكي. فانا بدات بقى ان انا خدتها تقليبه كده وبعدين هملحها، طبعا اللحمه ما بتحبش البهارات الكتير، فانا يا دوبك ضفت بس ملح فلفل اسمر ورشه بسيطه من الشطه ورشه من بهارات اللحمه. وبدات بقى ان انا قلبت كل الكلام ده مع بعضه. طبعا بقى اللحمه بتاعتك لو بتاخد وقت كتير في السوا ضيفي لها كوبايه ميه، عارفه ان هي بتستوي معاكي بسرعه وهتستوي بس بكميه الميه اللي هي نزلتها دي مفيش اي مشكله. انا ضفت لها بس حوالي نص كوبايه من الميه وسبتها كده على نار هاديه تبدا تستوي مع نفسها. وعلى ما بقى اللحمه تستوي كده هنبدا نعمل مع بعض شويه عيش شامي ما شاء الله حلوين جدا. انا عندي هنا نص كيلو من الدقيق ما يعادل 4 كوبايات، ضفت عليهم معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه بسيطه جدا من الملح. وبدات بقى ان انا قلبت كل المكونات اللي عندي دي، كنت برضو مجهزه عندي ادي النص كيلو ياخد معاكي من كوبايه لكوبايه ونص من الميه، ده على حسب نوعيه الدقيق بتاعك. انا بدات ان انا جبت عندي كوبايه ونص من الميه، ضفت في الاول كوبايه وبدات ان انا قلبته كده. ابداي بقى انك قلبيه، وبعدين ابداي ان عندك عجان تمام عايزه تعجني بايدك مفيش اي مشكله، وابداي بس قلبي كل المكونات مع بعضها كده، يعني انا قلبتها في الاول بس بالمعلقه، وبعدين هبدا بقى ان انا اخدها اعجنها كويس. وعلشان انك تضمني نجاح اي عجينه لازم انك تعجني فيها كويس جدا، ما ينفعش انك يا دوبك تخفي الدقيق والكلام ده، لا افضلي عجني فيها. انا فضلت عجنت فيها اقل ما فيها يعني حوالي 10 دقائق ربع ساعه لحد ما وصلت عندي بقت بالقوام ده ما شاء الله، عجينه طريه وحلوه جدا، وفي نفس الوقت فيها سنه تلزيقه بسيطه. سنه التلزيقه دي بقى هنضيعها ازاي؟ هنبدا ان احنا نضيف عندي حوالي معلقه كبيره من الزيت، طبعا هتحسوا ان الزيت كتير مفيش اي مشكله خالص، ابداي بس عجنيها واحده واحده لحد ما تبدا تتلم معاكي، وتبدا تلاقي العجينه ما شاء الله، شايفين العجينه ابيضت ازاي وبقت طريه قوامها حلو جدا. هبدا بقى ان انا اغطيها واسيبها ان هي تخمر، طبعا الجو حر جدا، فبالكتير خالص 10 دقائق ربع ساعه هتلاقيها خمرت معاكي وبقت كويسه. فانا بدات ان انا اسوي وشها كده، وبعدين هبدا ان انا اغطي عليها واسيبها تخمر. انت مثلا لو مستعجله عليها سيبها بس يا دوبك ترتاح كده 5 دقائق ولا حاجه، وابداي انك شكليها. بس اهم حاجه في انك لما تيجي تفردي الرغيف، اهم حاجه ان دي المرحله اللي لازم يخمر فيها كويس جدا. فانا في الوقت ده ما كنتش مستعجله، انا بدات ان انا ظبطتها كده وسبتها تخمر شويه، هي ما خمرتش معايا قوي، انا يا دوبك سبتها بس حوالي 10 دقائق كده. وبعدين بدات جبت عندي صينيه تانية حاطه فيها رشه محترمه كده من الدقيق، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان العجينه بتلزق معانا سنه، لانه كل ما كانت العجينه في اي معجنات بتلزق معاكي سنه كده هتديكي نتيجه حلوه جدا، هتطلع معاكي العجينه طريه، هتكون سهله معاكي في الفرد، هتكون سهله معاكي في التشكيل، وبتطلع ما شاء الله حلوه قوي. فبدات بقى ان انا جبت العجينه عندي كده، وبدات جبت الصينيه، وبدات هبدا بقى ان انا اقطع العجينه بتاعتي كور، حاولي لحد ما تخليها كور متساويه، حابه بقى انك تكبري حجم الكوره، حابه انك تصغريها، ده بيكون على حسب رغبتك انت، وده بيكون على حسب ما انت عايزه حجم الرغيف عامل ازاي. يعني انا النص كيلو دقيق ده طلع معايا 11 رغيف. عايزه اقول لكم ان في فيديو تاني ان شاء الله هكون كاتبه لكم فوق كده في اعلى الفيديو، الفيديو ده من نص كيلو دقيق عملنا حوالي يعني 20 رغيف من
العيش الشامي، بس كان السمك بتاعه رفيع شويه، بس انا حبيت المره دي ان انا اخلي سمكه تخين. فبدات ان انا يا دوبك بس عملت 11 رغيف كده وخلاص بقى شكلتهم كلهم، وبعدين غطيته وسبته كمان يرتاح حوالي دقيقه دقيقتين بالكتير خالص لان الجو حر. وبدات بقى ان انا جبت عندي رشه من الدقيق كده على الرخامه، وبعدين هبدا بقى اخد كوره كوره، هبدا ان انا بططها شويه بايدي كده، وبعدين ابدا بالنشابه. وطبعا ما تنسيش انك تحط رشه دقيق كده على وش العجينه من فوق برضو عشان ما تبداش العجينه تلزق في النشابه معاكي. وبدات بقى ان انا افردها كده، حاولي على قد ما تقدري انك تخلي الرغيف مدور. وفي نفس الوقت برضو انا كنت عامله صينيه كبيره كده حطها على الارض، وكنت حاطه عليها ملايه او فوطه المتوفر عندك، وكنت برص عليها. وفي نفس الوقت برضو يعني بتبداي بقى انك بعد ما بتشكليه بتبداي انك تغطي عليه. يعني انا هحط كذا طبقه فوق بعضيها كده، انا هوريها لكم دلوقتي. وما جم معايا طبقتين، يعني نجوم حوالي 8 ترغيفه كده في ارضيه الصينيه والباقي فوقه. فانا هوريكم دلوقتي انا عملت ايه، بس في الاول هبدا ان انا اشكل معاكم كده. ابداي شكليه، حابه بقى انك ترفعيه، حابه انك تخلي فيه سمك شويه بس ما تخنوش قوي زياده عن اللزوم عشان ما يكونش لطيف معاكي، لا اتحكمي في سمكه وخلي سمكه حلو كده. فانا بدات بقى زي ما انتم شايفين كده بحط رشه دقيق من تحت ورشه دقيق من فوق كده، وابدا افرد عشان النشابه بس تفرد معايا كويس. وبتحاولي على قد ما تقدري خليهم يعني خلي الشكل بتاعه يكون دايره كده عشان يطلع معاكي شكل الرغيف حلو. فبدات ان انا شكلته بقى وهشكل كله بنفس الطريقه كده. وهنا بقى الصينيه زي ما قلت لكم كده انا حاطه 3 على الوش كده، هبدا ان انا اغطيهم برده. وفي الارضيه تحت برده في كميه العيش اللي معايا برده، ما ينفعش انك تحط العيش فوق بعضه على ما يجي يخمر هيلزق. فانت لازم يكون بين كل طبقه والتانيه تحط كده فوطه، تحط ملايه، اي حاجه، المهم انك تكوني عازله ما بينهم. وبعدين الجزء اللي على الوش ده هبدا ان انا اغطيه. اهم حاجه بقى في المرحله دي تسيبي العيش بتاعك يخمر كويس جدا عشان يديكي نتيجه حلوه. يعني انت مثلا لو استعجلت عليه في الخمر الاولاني ما تستعجليش عليه بقى في الخمر ده، سيبيه يخمر براحته خالص، ياخد ربع ساعه نص ساعه، اهم حاجه ان هو يخمر معاكي كويس. بعدين هنيجي هنا بقى على التسويه. انا هسويه على البوتاجاز، حابه انك تسويه في الفرن تمام، بس لو هتسويه في الفرن اهم حاجه الفرن بتاعك يكون سخن قوي، واهم حاجه ان الصاجه بتاعتك برده لا تحطيه عليها او الصينيه تسخنيها كويس. فانا بدات ان انا حبيت ان انا اسويه على الفرن سريعا كده، فانا بدات على البوتاجاز اسفه. فبدات بقى ان انا جبت عندي الصينيه وبدات ان انا سبتها تسخن كويس جدا، وبعدين خليت درجه الحراره وسط مش عاليه قوي. وببدا بقى ان انا احط الرغيف بتاعي، اول ما بلاقيه ان هو بدا يتشمع من تحت كده او يمسك نفسه على طول اقلبه على الوش تاني، وافضل كل شويه اقلبه من الناحيه دي للناحيه دي. ما تسيبوش لحد ما ياخد منك لون من ناحيه وترجعي تقلبيه، لا هو مسافه بس ما يمسك نفسه بسرعه كده من تحت ابداي انك تقلبيه. وافضلي بقى قلبيه كل شويه من الناحيه دي للناحيه دي زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. هبدا ان انا اقلبه كل شويه من وقت للتاني. ولو انت مثلا زي ما باين كده في حته مثلا مش راضيه تتنفخ، ابداي بس اضغطي بالراحه جدا، بس خدي بالك ما تخرميش الرغيف عشان لو اتخرم هيطلع الهبو اللي فيه ومش هينتفخ معاكي. فابدأي بس انك بالراحه كده اضغطي عليه، ابدأي بس انك وزعي الهواء جوه الرغيف. عايزه اقول لك ان ما شاء الله الكميه كلها عشان خمرت كويس وعشان سمكها حلو كلها ما شاء الله اتنفخت معايا وكانت حلوه قوي. اول بقى ما يبدا يتنفخ معاكي كده ابدأي قلبيه بقى كل شويه من الناحيه دي للناحيه دي، بحيث ان هو يبدا ياخد معاكي لون، ما تطلعوش ابيض قوي، اهم حاجه ان هو يكون استوى معاكي. ولو مثلا انت وانت بتعمليه اتخرم منك، لو انت شايفه الجزء اللي هو اتخرم ابدأي بس بالسباتيولا كده، ابدأ انك تضغطي عليه بالراحه او اكتمي البخار، هيبدا الرغيف يتنفخ معاكي وهيبدا يطلع معاكي وهيكون حلو قوي. بس كمان السمك معايا كان كويس الحمد لله، يعني بقيت واخده بالي ما اتخرمش مني قوي. فبدات بقى ان انا اظبطه كده وفضلت اقلبه من كل شويه من ناحيه للتانيه لحد ما بدا خد لون معايا كده. وهسوي الرغيف كمان معاكم، والباقي بقى ان شاء الله هعمله برده بنفس الطريقه. فحطيته كده بقى زي ما انتم شايفين، اول ما بيبدا يتشمع معايا من تحت ابدا اقلبه، وافضل بقى اقلب فيه كل شويه من وقت للتاني من الوش ده للوش ده لحد ما شاء الله شايفين بيتنفخ معايا. وكله والله بجد بجد كله طلع حلو قوي ما شاء الله، مش محتاج مجهود، مش محتاج وقت، مش محتاج اي حاجه. كل الحكايه بس ان هو بياخد وقت في تخميره، انما في السوا ما خدش منه وقت خالص. ما شاء الله الرغيف بيتنفخ معايا، شايفين شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم كان طعمه حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم لو جربتوه بجد مش هتبطلوا تعملوه. انا بحب اعمله مثلا جنب وجبه غدا زي دي، عامله مثلا كبده، حابه مثلا فول وطعميه وسندوتشات والكلام دي بحب ان انا اعمله برده. فانت بدأ بقى اسويه كده. الصينيه بتاعتك بقى كبيره زي ما انا عملت كده، اول ما الرغيف يبدا يتنفخ معاكي ممكن تتاخريه شويه وتبدا انك تحطي الرغيف جنبه. بس اهم حاجه اللي انت حطيتيه ده تتابعيه برده، تقلبيه على طول ما تسيبوهوش يعني فتره طويله لحد ما ياخد لون من تحت. انت يا دوبك يعني شايفين واخد لون خفيف قوي قوي من تحت، اول بس ما بيبدا يتشمع انا بقلبه على طول. ونفس الموال برده في الرغيف التاني، وبتفضلي بقى تقلبيه شمال ويمين كده كل شويه بحيث ان هو يبدا ياخد معاكي لون حلو، ما تطلعوش ابيض قوي زياده عن اللزوم، اهم حاجه انه يستوي معاكي كويس. فانا هسوي بقى كل الكميه بنفس الطريقه كده.
وهنا بقى خلاص كنا سوينا العيش كده ما شاء الله حلو قوي. طبعا بقى انت بتطلعيه بتحطيه على فوطه وفي نفس الوقت برده تغطيه بحيث ان هو يكون معاكي طري. شايفين ما شاء الله العيش عامل ازاي؟ طري جدا 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 يعني ما شاء الله. شايفين بكرمشه في ايدي كده بيرجع زي الاول تاني. وما شاء الله كله مفتوح وكله حلو قوي. ينفع بقى سندوتشات، ينفع بقى جنب وجبه غدا زي دي. ما شاء الله حلو قوي. ويطلع معايا كميه كويسه. يعني انت لو خففت السمك بتاعه شويه هيديكي كميه اكبر، بس انا حبيت ان هو يكون تخين معايا. ما شاء الله التسويه حلوه، اللون حلو، طري جدا. عايز اقول لك انك لو مشيتي بالخطوات اللي انا قلت لك عليها يطلع معاكي نتيجته حلوه قوي. فكده بقى ظبطت العيش بتاعي كده. حابه بقى انك تحتفظي بيه في الفريزر، بتسيبيه لحد ما يهدى وتبداي انك تحطيه في اكياس وبعدين تعينيه في الفريزر وتطلعيه هيبرد معاكي وهيديكي نتيجه حلوه قوي. حابه بقى انك مثلا انا عامله الكميه دي اتغدينا بنصها والنص التاني انا عينته في الفريزر. هتيجي تطلعيه هيكون كانك لسه عاملاه، مش محتاجه انك تسخنيه ولا اي حاجه. انت يا دوبك بس طلعيه بالكيس بتاعه كده، حطيه على الرخامه بتاعتك، هيبدا ان هو يفك معاكي وهيبدا ان هو هيديكي نتيجه حلوه قوي. عايز اقول لكم العيش ده كان جميل وفي السندوتشات يعني روعه 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 روعه. اتمنى بجد انكم تجربوه. خلاص بقى خلصنا العيش بتاعنا كده وظبطناه وعيناه في الاكياس بتاعتنا وركنت شويه اللي احنا نبدا نتغدى بيهم. نرجع تاني بقى للحمه بتاعتنا. ما شاء الله كانت استوت وكانت شربت بقى الميه اللي حطيناها والميه اللي نزلت منها. هبدا بقى انزل بالخضار اللي معايا. طبعا انتوا ممكن تكونوا شايفين ان كميه الخضار كتيره، بس طبعا زي ما انتوا عارفين ان الخضار بيبدا يدبل معايا. فانا بدات ان انا نزلت بيه كده وهبدا ان انا اقلبه واسيب بقى اللحمه بقى مع الخضار كده، تبدا ان الخضار ينزل ميته واللحمه بقى تشربها ويبدا ياخد ويدي مع بعضه كده. طبعا بقى احنا مظبطين الملح ومظبطين كل حاجه، بس انا ضفت رشه كمان بسيطه كده من الملح عشان الخضار اللي انا ضفته ده. فانا هقلب بقى كده وابدا ان انا اغطي عليها واسيبها. انا مش هضيف ميه تاني، هستكفى بس بالخضار بالميه اللي هتنزلها الخضار. وبدات ان انا غطيته كده وسبتها مع نفسها بقى تاخد وتدي مع نفسها شويه كده لحد ما شاء الله طلعت معانا بالجمال ده. ما شاء الله شايفين الكميه معانا حلوه قوي. وجبنا بقى كيس شيبس كده وقطعنا خيار والعيش بتاعنا بقى. ما شاء الله كان غدا حلو جدا محترم. عايزه اقول لك انك مثلا لو انت هتطبخي في اليوم ده وكل واحد ليه قطعه لحمه، لو انت عملتي بالطريقه دي هترمي معاكي كميه كبيره جدا، هتتغدوا وتتعشوا منها. ما شاء الله شايفين شكله عامل ازاي. الخضار بتاعنا كان مطعم وحلو قوي. اللحمه بتاعتنا كانت مستويه، كانت دايبه، كان طعمها حلو ما شاء الله. تسويتها كانت جميله لان اللحمه دي ما كانتش خدت وقت في السوا كتير، فما شاء الله استوت معايا بسرعه. انت لو اللحمه بتاعتك بتاخد وقت في السوا ما تضيفيلهاش الملح في الاول، ضيفيها اول ما تبدا تستوي معاكي ابدا انك تضيفي لها الملح. وظبطنا غدانا بقى اللحمه والكيس الشيبسي وقطعنا بقى الخيار كده، عندك جرجير عندك اي خضار متوفر تمام، والعيش بتاعنا بقى. وده كان غدانا في اليوم ده الحمد لله فضل ونعمه. ربنا يديمها علينا نعمه دايما يا رب ويحفظها من الزوال. لحد هنا كده بقى يكون خلص الفيديو بتاعي معاكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى ان ما اكونش طولت عليكم في الفيديو كتير. وطبعا بقى لو في لخبطه في الكلام او في اي حاجه معلش اعذروني. فلحد هنا كده بقى خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت وصفتي معاكم. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ولو بشيء بسيط. ولو عجبكم طبعا ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.